هارفي رينارد يا جماعه مدرب منتخب السعوديه بعد كاس العالم هيكون هو مدرب لمنتخب مصر، وروي فيتوريا اكيد هيمشي. ما هو مش هيبقوا هما الاثنين مدربين لمنتخب مصر. يعني واحد يقول لي يا عم انت بتقول اي كلام، عارفك هتقول كده، اول حاجه جت في دماغك اصلا انا بقول اي كلام، ولكن انا يا سيدي ما بقولش اي كلام، واوضح لك الكلام ده كله. وبالمناسبه الكلام ده كله هتلاقوه في الوقت الحالي على موقع في الجول، تقدروا تروحوا جري تشوفوا في موقع في الجول، هتلاقوا فيه كل تفاصيل الموضوع اللي انا بقوله ده وكل الكلام اللي انا بقوله ده. الموضوع باختصار شديد جدا يا جماعه ان هارفي رينارد عمل انجاز بفوزه في حد ذاته على منتخب الارجنتين، وبالصيغه اللي ظهر بيها منتخب السعوديه على منتخب الارجنتين يخلي اي حد يتكلم عليه بالبلدي كده. والنهارده مع مباراه بولندا عملوا مباراه قويه وكانوا كمان يستحقوا الفوز، ولكن ربنا يعني اراد ان هم ما يفوزوش، ولكن في لسه فرصه مع منتخب السعوديه انه يصعد لربع نهائي كاس العالم. نتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي واي منتخب عربي، ولكن اللي انا عايز اوصله لك دلوقتي ان هيرفي رينارد يا جماعه، وهارفي رينارد الراجل ده كابتن حازم امام اتكلم النهارده وقال لك ان بعد منتخب مصر بالفعل هيكون في مفاوضات جاده ورسميه مع مدرب منتخب السعوديه. مش بس كده، قال لك كمان ايام ما كان هو مدرب لمنتخب المغرب بعض المدربين اتكلموا وقالوا ان الراجل ده عايز يكون مدرب لمنتخب مصر، ولكن طبعا ما كانش ينفع اطلاقا ان احنا نروح ونتفاوض معاه بسبب ان هو كان مدرب لمنتخب المغرب. يعني الراجل ده يا جماعه ممكن يجي، الراجل ده ممكن يجي. طب هو روي فيتوريا جاي في ايه ورايح فين، او جاي في ايه ورايح في إيه؟ يعني مش عارف انا بصراحه اقول ايه. هو بناء على كلام كابتن حازم امام النهارده الموضوع غريب جدا بجد، ولكن بناء على اللي هيحصل طب روي فيتوريا هيروح فين؟ يعني انا عايز افهم بس، هو الراجل ده لسه ما اضافش حاجه، لسه ما عملش حاجه، شايفين كوره حلوه منه، شايفين اداء كويس منه، شايفين شكل المنتخب معاه، ولكن كونه انه يجي ويمشي في نفس اللحظه او في نفس الثانيه او في نفس الوقت، فالموضوع كبير جدا جدا جدا. فعلا يخليك انت او اي حد يفكر هو في ايه بالظبط والدنيا ماشيه ازاي. هي دي ماشيه المصالح ايه بالظبط؟ ما حدش فاهم اي حاجه، ما حدش عارف اي حاجه، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ده كلام كابتن حازم امام. تكتب لي رايك في التعليقات وتقول لي ايه رايك في المدرب ده انه يكون هو مدرب لمنتخب مصر، رايك في التعليقات.